أمريكا 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 أمريكا. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع ادم عبد الرحمن. فيديو من فيديوهات سلسله سافر واتطور اللي بحاول اشرح فيها عن منح دراسيه، سفر، اي حاجه ليها علاقه بالسفر يبقى انت في المكان المظبوط. الفيديو النهارده هنتكلم باختصار عن الهجره لامريكا. أمريكا شيكا بيكا أمريكا شيكا بيكا. نرجع لموضوعنا. ناس كتير بعتت لي وسالت لي ازاي اقدم على الهجره لامريكا. في ناس بتقول لي ادفع فلوس عشان اقدم، هيديني نسبه، هيخليني ان انا اتقبل بشكل احسن. كل الكلام ده بلح. فقلت ان انا اعمل فيديو واشرح لكم كده باختصار ازاي ينفع نقدم وينفع تقدم من البيت وببلاش، والموضوع سهل جدا. فيلا بينا بدون دخول في تفاصيل ونضيع وقت. ما تنساش تعمل لايك للبيج لو انت بتتفرج على الفيسبوك، او تعمل سبسكرايب لليوتيوب عشان يظهر لك اي فيديو بنزله ليه علاقه بالسفر والمنح. لك يا رب واشكر فضلك. الحمد لله يا حبيبي. وقبل ما نخش في التفاصيل ونقول ايه الشروط وايه المميزات وازاي ينفع اقدم وازاي اتقبل، نصفي النية كده من جوانا ونعمل شير الفيديو عشان عدد اكبر من الناس يستفاد. وزي ما بنحب الخير لغيرنا، ربنا ان شاء الله هيلف الدنيا دوارة. الدنيا دوارة، هتلف الدنيا وهيجي لك انت الخير لغاية عندك. فنحب الخير لبعضينا ونعمل شير الفيديو. يلا بينا. يا اهلا بالشباب الامور. ازاي اقدم على الهجره العشوائيه لامريكا؟ طب ايه نسبه القبول؟ طب ايه الشروط؟ طب ايه اللي لازم اكون محضره قبل ما اقدم؟ كل ده جمعته لك عشان اقول لك النهارده في الفيديو علشان نستفاد. وان شاء الله ان شاء الله لو ليك نصيب تطلع، لو ايه حصل هتطلع. يلا بينا. التقديم بدأ للسنة الجديدة لللوتري اللي هي الهجرة العشوائية لأمريكا يوم 4 أكتوبر. هيستمر الباب الفتح إن أنت ينفع تقدم من 4 أكتوبر لحد 7 نوفمبر، وده يعتبر أكتر من شهر. فخد وقتك في تجهيز بياناتك وتجهيز ورقك وما تستعجلش علشان الغلطة فورة. طب ايه هو موقع التقديم؟ عشان في مواقع كتير جدا بتقول لنا اعملوا دوسوا على الكليك هنا وحطوا بياناتكم ومش عارف ايه. الموقع ببساطه هو dvprogram.state.gov. هسيب لكم برده الموقع تحت الفيديو هنا او فوق لو على الفيسبوك علشان يبقى سهل ان انتوا تعملوا كليك عليه وتخشوا عليه على طول. قبل ما نخش على الشروط وايه اللي لازم يبقى متوفر فينا عشان ينفع نقدم، هيجي تقولوا لي ايه؟ طب ادهم مش معقول مش معايا جواز السفر، هعمل ايه؟ مش هينفع اقدم. يا النصيب والحظ ان انا مش معايا جواز السفر. عادي جدا، هقول لك اهدى وصلي على النبي. عادي ممكن تقدم على جواز السفر بعد لما تقدم على الهجره. مش لازم يبقى معاك جواز السفر عشان تقدم اصلا. ماشي، اهدى كده واشرب كوبايه النسكافيه ويلا بينا. ونيجي للشرطين الاساسيين اللي هو لازم يبقوا متواجدين فينا علشان اصلا ينفع نقدم على الهجره العشوائيه. واول شرط هو ان الدوله بتاعتك تبقى مؤهله، ومن ضمن البرنامج ان من الناس بتوعها ينفع يقدموا، وطبعا مصر من ضمنهم عشان بس لو عندنا شك في الموضوع ده. في دول كتيره ممكن نخش على الانترنت ونشوف. لو انا مش من دوله انا مش عارف اذا كان هينفع اقدم ولا لا، ينفع ده بسهوله جدا تعرفه عن طريق الويب سايت. الشرط الثاني هو ان انت يبقى معاك مؤهل تعليمي، يعني دبلومه، مخلص ثانوي، لازم يبقى معاك شهاده. طب مش معايا شهاده، اعمل ايه كده؟ خلاص مستقبلي ضاع ومش هينفع اروح اشوف امريكا ولا اتمشى في شوارع امريكا وخلاص كده. فيكون معاك مهنه مطلوبه وليك خبره فيها لمده سنتين، وده عادي جدا. يعني لو انت صنايعي في حاجه معينه، لو حاجه ليها علاقه بالكهرباء، لو حاجه في النقاشه، حاجه في السباكه، كل الكلام ده عادي جدا، بس يبقى معاك خبره فيها لمده سنتين. ينفع برضه تقدم حتى لو معكش شهاده. هنيجي بقى دلوقتي للملاحظات المهمه اللي لازم نكون وناخد بالنا منها واحنا بنقدم على الابلكيشن والبيانات. ايه هي؟ اول حاجه هو ان انت قدامك 30 دقيقه بس في الصفحه وانت بتملى البيانات علشان تقدم كل بياناتك. بعد كده الويب سايت بيقفل لوحده. فانت قدامك 30 دقيقه بس، وده معناه ان انا لازم اكون مجهز نفسي وعارف انا هقول ايه وجايب كل بياناتي وكاتب الاسامي. طب لو انا متجوز هكتب اسم مراتي، هكتب تاريخ ميلادها، في اولاد هكتب تاريخ ميلادهم علشان ساعات بننسى.
كل الكلام ده نكون مجمعينه في فولدر او في شيت معينه على الكمبيوتر، علشان اول ما نبدا الموقع نروح اخدين البيانات وتك تك 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 حاطين كل حاجه مظبوطه. هنيجي للصور اللي لازم نصورها عشان نحطها على الابلكيشن. اكيد مش هنروح نحط صوره واحنا واقفين ايه على البحر، او احنا بناكل عصير ومش باصين للكاميرا، ماشي؟ عشان بس ايه جو الفتي اللي الناس بتقول لك ممكن تحط اي صوره، ده مرفوض تماما. الصوره خلفيه بيضاء، هنروح للاستوديو هنقول له انا عايز خلفيه، عايز صوره باسبور، صوره السفاره، هم بيبقوا عارفين الصوره خلفيه بيضاء مش مبين سنانك، ومفيش اي حاده متشاله من وشك في الفوتوشوب، زي ما انت بتحط الصوره بكل تفاصيلها. مش هنمسح بقى، لو في حبايه مش هنشيلها. حصلت معايا مره كنت بقدم على السفاره من السفارات، والاستوديو ما اخدتش بالي لما انا قلت له هنصور صوره سفاره، صورها وعمل مسح في الفوتوشوب، فانا عندي خبطات هنا شالها بالفوتوشوب. فلما رحت السفاره بص على الصوره شافت وشي قالت لي انت مش نفس الحاجه، مش هينفع ندخلك، لازم تروح تصور صوره ثانيه. فخلي بالكم من الحاجات ديت. هنيجي للجزء الثاني بتاع ان انا هكتب البيانات كلها على الكمبيوتر عشان يبقوا موجودين لو انا متجوز، لو انا عندي اولاد، فبكتب كل بياناتهم. ليه بقى؟ علشان مره قبل كده حد اتقبل في الهجره العشوائيه، وبعد لما راح السفاره اكتشفوا ان هو عاكس الصوره، حاطط صورته بدل صوره مراته، وحاطط صوره مراته بدل صورته، فطبعا اترفض، كملش تقديم. خليكوا حريصين جدا وانتوا بتحطوا البيانات. الابلكيشن سهل جدا، البيانات سهله جدا، مش محتاجه اي جعلصه. الموضوع كله اسم، تاريخ الميلاد، المهنه، معاك شهاده ايه، وده برضو هعمل لكم فيديو على الويب سايت، وبعد لما نخلص الملاحظات ديت هشرح لكم برضو ايه اللي كتب فين وايه. بص مفيش والله العظيم ما في دلع اكتر من كده عشان خاطر ربنا. بالنسبه لو هنقدم من مصر نتاكد ان النت كويس، الشبكه مش شغاله كويس، او لو تقيله حبتين فنستنى بالليل شويه لما الضغط يقل عليها. بابا اللي فاتح التيك توك، ماما اللي فاتحه الفيسبوك بتقلب، نحاول ايه نتاكد ان النت كويس، عشان واحنا بنملى البيانات السيستم الويب سايت ما يحصلوش اي حاجه مننا، ان مش هينفع نرجع تاني. بعد لما هنكتب بياناتنا نتاكد كويس ان كل حاجه موجوده في مكانها، حتى لو انت واثق من تاريخ ميلادك وحافظه صم، اتاكد ان انت كاتبه مظبوط. كل ده مهم عشان مش هينفع نرجع تاني. حصل في الامور وعملت كونفيرم وخلصت، مش هينفع نعيد البيانات تاني ونعمل صفحه تانيه ونكتب بياناتنا تانيه. يبقى احنا كده ايه بقى كل سنه وانتم طيبين. وطبعا بعد لما نخلص كل البيانات هنعمل سيف ونحط الكونفيرميشن نمبر اللي هو رقم التاكيد اللي هيطلع لنا في الاخر ان ده رقم الابلكيشن بتاعنا، نحطه في مكان امان علشان ان شاء الله لو حصل نصيب واتقبلت الرقم ده مهم جدا، هيفضل معاك طول المسيره، فما يضيعش منك ويتحط في مكان كويس. بجانب برضو ايه ايميل ادرس اللي انت هتستخدمه وهتعمل بيه الابلكيشن، علشان ان شاء الله برضو لو اتقبلنا يبقى عندنا اكسس للايميل ده، نعرف نخش عليه بالباسورد واليوزر نيم، فنأكد الكلام ده ونحطه في مكان محفوظ، علشان لو اتقبلنا ده الوسيله اللي هتخلينا نعرف نخش ونشوف اذا كان احنا اتقبلنا ولا اترفضنا، ولا ايه البيانات اللي مطلوبه مننا، ولا اي تفاصيل. دول مهمين جدا. الكونفيرميشن نمبر بتاعك يطلع في اول اخر الابلكيشن، والايميل والباسورد، اليوزر نيم والباسورد بتاع الايميل اللي انت هتخش عليه، وبتتاكد من البيانات، ولو اتقبلت ان شاء الله هيبعتوا لك عليه. هنكتب هنا DV program زي ما ظهر لنا كده dvprogram.state.gov. هنفتح اول واحد عشان بس عايز ابقى ماشي معاكم خطوه خطوه عشان تبقوا عارفين ايه اللي هنعمله. هنا اول حاجه بيقول لي DV instructions، ده بيقول لك ايه يعني ازاي تقدم او خطوه بخطوه. الصوره، شكل الصوره هيبقى عامل ازاي، حاطط لي اكزامبل ليها. هندوس هنا على begin entry. هنا بيقول لي اكتب كود علشان يتاكد ان انا مش حد انسان آلي داخل اكتب، فبكتب الكود اللي هو كاتبه لي على الشاشه. بس هيفتح لي هنا بعد كده الصفحه اللي هي البرنامج. زي ما احنا قلت لكم هنا الويب سايت بيديني بس 30 دقيقه اني اكتب كل البيانات. هنا بكتب الفيرست نيم بتاعي، انا اسمي ادهم محمد رمضان عبد الرحمن، فهعمل ايه؟ الفيرست نيم هو ادهم، محمد رمضان الاثنين هيتكتبوا ميدل نيم، ماشي. عبد الرحمن ده اللاست نيم هيتكتب هنا في الاول، ده اللي هو الفاميلي نيم، ماشي. بعد كده بيقول لي جندر، ذكر او انثى، بختار انا. امريكا بيكتبوا التاريخ مختلف، فبيكتب الشهر الاول بتاع تاريخ ميلادك، اليوم، السنه. هنيجي بعد كده بيقول لي entry birth city only،
انت اتولدت في انهي مدينه، هكتب اسم المدينه. هنا اتولدت في انهي بلد، هختار البلد اللي انا اتولدت منها. هنا بيقول لي country of eligibility for DV program. طبعا ده اوريدي هو معلم على يس ان انا من ضمن البلاد اللي ينفع تقدم. هنا هختار الصوره اللي انا صورتها في الاستوديو اللي هي خلفيه بيضاء من غير اي تغيير في الوش، وهعمل لها ابلود في الجزئيه ديت. هنا هكتب العنوان، ممكن اول واحده ده اسيبها فاضيه، ده هنا بقول لو عايز اكتب اسمي يعني ليا، وبعد كده بكتب عنواني، السيتي بكتب اسكندريه، وبعد كده بختار المدينه على طول، ان احنا الكلام ده مش عندنا، الزيب كود ده مش موجود عندنا في مصر. السؤال رقم 9 وهو بيسالني انت عايش فين دلوقتي، وانا بقدم حاليا، بقدم منين، من انهي دوله. ممكن ابقى انا مصري بس عايش في قطر فبقدم، مصري عايش في السعوديه فبقول له هنا. رقم الموبايل لو حابب تكتبه هو اوبشنال هنا موجود. الايميل ده زي ما قلت لكم تاني، الايميل ده مهم جدا ان انت تبقى عارفه وحافظه ازاي تدخل عليه، عشان ده اهم كوميونيكيشن هتبقى ما بينك وما بينهم. هتكتب الايميل هنا وهتكونفيرم الايميل مره تانية عشان يتاكدوا ان الايميل هو واحد. هنا بنيجي بقى على السؤال رقم 12 وهو على شهاده دراسيه وصلت لها. اول حاجه بيقول لك برايمري سكول اونلي، ده اللي هي لو انت معاك اعداديه. هنا هاي سكول نو ديجري، يعني انا لسه في الهاي سكول لسه ما اتخرجتش. هاي سكول ديجري انا خلصت الثانوي. فوكيشنال سكول وهي انت لو معاك شهاده في حاجه مهنيه، صناعيه، حاجه زراعيه، اي حاجه مهنيه غير الشهادات الثانيه. معاك شويه كورسات some university courses، some كورسات كده اخدتهم من الكليه بس لسه ما اتخرجتش. هنا انت اتخرجت university degree، هنا انت اوريدي اتخرجت من كليه. some graduate level courses، انت اتخرجت من الكليه واخدت زي دبلومات وكورسات بعد الكليه. هنا ماستر ديجري، معاك ماجستير. some doctor level courses، انت اخدت شويه كورسات قبل لسه ما اخدتش الدكتوراه. واخر حاجه هي دكتور ديجري، انت اوريدي معاك الدكتوراه. فانت بتشوف انت ايه فيهم وتختارهم. هنيجي بقى كده للسؤال ال 13 وهو انت متزوج unmarried. هنا بيقول لك married، بيقول لك اذا كان انت لو انت متجوز مراتك مش امريكيه ولا معاها اقامه امريكيه، الجرين كارد، فبتقول له ايوه انا لو انا متجوز ومراتي مصريه مثلا ومش معاها جنسيه. هنا تالت واحده بيقول لك married بس انت متجوز اجنبيه امريكيه او معاها اقامه اجنبيه، فبتقول هنا divorce انت مطلق. خامس واحده هنا انت لو ارمل او ارمله، لو جوزك اتوفى او مراتك اتوفت. legal separated دي مش موجوده عندنا في مصر فانت مش محتاج تعملها، ده اللي هو انت اتطلقت طلاق قانوني، فده مش موجود عندنا، احنا بنتم طلاق عادي بس، فانت هتختار divorce لو انتم مطلقين بس. بعد كده بنكتب احنا لو في اطفال، لو انت قال انت متجوز وفي اطفال فبتكتب عددهم في السؤال ال 14. خلصنا كل حاجه، هندوس continue، هياخدنا على ان هو يتاكد من ان انت كاتب كل البيانات مظبوطه، بتعمل عمليه مراجعه لكل حاجه، وبعد لما بتخلص المراجعه ديت بتكونفيرم، وبعد لما بتاكد السبميت بتاعك بيديك الرقم اللي قلت لك عليه في الاول وهو الكونفirmation نمبر، اللي هو تحط الرقم ده في عينك علشان لو حصل ان شاء الله واتقبلت فالرقم ده بيبقى مهم جدا ليك. وبكده اكون شرحت لكم كل التفاصيل ليها علاقه بالهجره العشوائيه لامريكا السنه دي. لو عندك اي استفسار انا اخوكي، كومنت ابعتوا لي اي حاجه، والله هعمل اقصى مجهودي وهرد عليكم كلكم. لو حد عنده استفسار عن اي حاجه، ربنا مع الجميع، ودايما نكون واثقين كلها اسباب وحاجات بنقدم عليها. لو ليا نصيب ان شاء الله هطلع، لو ايه حصل، ولو ماليش اكيد ربنا شايل لي حاجه تانية احسن، فما تزعلوش، هي قرعه ويا بختك يا ابو بخيت. ربنا معاكم جميعا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.